تعرف ان هدف اولمو في جيرونا مستحيل اي لاعب يسجله؟ ليه يا ابو الكباتن؟ بس هقول لك الدليل دلوقتي ان هدف اولمو ده مستحيل، ولو اتكرر 100 مره عمره ما هيتسجل. خليني اقول لك الاول على سر نجاح برشلونه فليك، واللي ممتع جدا الصراحه. نجح برشلونه في الفوز على جيرونا بنتيجه 4 اهداف مقابل هدف، واخد بطاره من السنه اللي فاتت. سبب نجاح فليك بيرجع الى ان الفريق من 3 أو 5 تمريرات بيصبح منفرد قدام المرمى، والاهم انه بيسجل. يعني يا اخي اتفرج على برشلونه تحس ان الكره سهله مش معقده، والاسلوب ده بعيد كل البعد عن الدي ان ايه بتاع برشلونه اللي كان لعبه ممل، واللي كان دايما بيعاني من اهدار الفرص. تلاقي ليفاندوسكي رايح ب 50 انفراد ما بيجيبش منهم غير جول. تقريبا كل اللعيبه تالقت مع هانز فليك. لامين يامال ما شاء الله ساحر، ما اقولكش نسخه ميسي، ورافينيا مكسر الدنيا تقولش رونالدينيو. طيب هقول لك على رقم مجنون جدا. تعرف ان برشلونه في اخر مباراتين بس مسجل 11 هدف؟ اما عن اولمو بقى فما شاء الله انفجر في برشلونه. الراجل سجل هدف خرافي قدام جيرونا، وكان احتماليه دخول الكره للمرمى زي ما انت شايف كده قدامك يا ابو الكباتن النسبه مفيش، صفر. ده لان الهدف كان من زاويه مستحيله، وزي ما قلت لك لو اتعاد 100 مره والله ما هيتسجل. هتقول لي ده حظ او توفيق كبير، ما هو برضه التوفيق ما بيجيش غير للانسان المجتهد، وفعلا برشلونه شغالين على نفسهم، وده بيثبت لك احقيه برشلونه في نجاحه ده، وانه ما جاش بالصدفه. فهل من وجهه نظرك يا ابو الكباتن برشلونه قادر انه يتوج بالدوري الاسباني؟